السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نقتسم معكم الخبز المعتمد عندي، خبز الشعير اللي كنعتمده منذ سنوات طوال. واليوم حبيت نقتسمه معكم حتى نتوما تستافدوا من هذه الوصفه وتطبقوها. خبز ديال الشعير اللي كيجي رطب ومفشفش وخفيف ومهوي. الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه، بدون دقيق ابيض وصحي 100%. نتمنى الى عجبكم الفيديو تخليو لي تشجيعاتكم، وما نطولش عليكم ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا نص كيلو ديال دقيق القمح الصلب اللي هو الفينو، نص كيلو ديالو، مع نص كيلو ديال الطحين ديال الشعير. بالنسبة للشعير يعني ما فيهش النخالة ديالو، كيكون مغربل من النخالة، وكما كتشوفوا اللون ديال الشعير كيكون مائل للون الرمادي، ماشي بحال اللون ديال الزرع. غادي ندير واحد الحفرة في الوسط ديالو، وندير فيها قبيصه ديال الملحه، مقدار معلقه صغيره ديال الملح حسب الرغبه، تقدروا ما ديروهش، مع معلقه كبيره ديال العسل، عفوا ديال السكر اللي تقدروا تعوضوها بالعسل، معلقه كبيره ديال خميره الخبز الفوريه. وغادي نبدا نعجن بالماء من الروبيني، حيتاش الجو سخون غنعجن بالماء من الروبيني. الا كان الجو يعني بارد غادي تدفيو الماء واحد شويه، يكون فقط دافي ما يكونش الماء سخون. غادي نبدا كنعجن العجينه ديالي بحال هكا، كنضيف الماء شويه بشويه وانا كنعجن. يعني غادي تشوفوا باللي هاد العجينه كتفرتت وما هياش، فراه عادي العجينه ديال الشعير كدير بحال هكاك. غير عطيوها الخاطر وعجنوها بشويه عليكم ودلكوها، راها غادي تطلق وغادي تجمع. الا عندكم العجانه اولا الترموميكس ماشي مشكل، عجنوا فيها، غير الماء ما تضيفوهش كله في خطره واحده. يعني فاش ديروا الطحين ضيفوا الماء بالتدريج شويه بشويه. انا من بعد ما عجنت هنا العجينه مزيان ودلكتها، غادي نضيف ليها 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون، ونعاود ندخل فيها داك الزيت. شفتوا معايا طريقه جد بسيطه، فقط تبعوا المراحل وتبعوا النصائح. هنا من بعد ما دلكتها ودخلت فيها داك الزيت، غادي نكورها، ندهنها بشويه ديال الماء ونغطيها باش تخمر. فاش كيكون الجو سخون ما كتاخدش الوقت في الخميره بزاف. العجينه ديال الشعير البنات راها دغيا كتخمر، حاولوا ما تغفلوش عليها، ما تخليوهاش تخمر اكثر من القياس. فاش كتكثر عفوا فاش كتخمر اكثر من القياس، فاش كطيب كتجي قاصحه، كتجي قاصحه ومدقصه، ما كتجيش زوينه اطلاقا. يعني خليكم على بال اون فوا تخمر لكم العجينه ديالكم بداو تقرصوها. فانا هنايا من بعد ما كورتها دهنتها بشويه ديال الماء، وغادي نغطيها بواحد السلوفان وواحد الفوطه ونخليها تخمر. الجو سخون ما كتاخدش وقت كتير، انا خدات معايا تقريبا 30 دقيقه فقط، كانت واجده وخامره. من بعد ما خمرات ليا العجينه ديالي، غادي ندوز نحيد ليها داك السلوفان. الا بغيتو دهنوها بشويه ديال الزيت من الفوق من الافضل، باش ما تلصق ليكمش في السلوفان. صافي هنايا غادي نخوي منها الهواء. هاد العجينه كتجي تبارك الله رطبه، وكتجي الخبز مهويه ومفشفشه. غادي غير نديكازيها، نخرج منها الهواء ونبدا نقرصها. انا هنا غادي نقرصها في البلبوله ديال الشعير اولا الدشيشه الرقيقه كاع، غادي نقرص فيها. بطبيعه الحال كنستعنوا بالماء. فاش نبغي نقرص الخبز غادي ندهن يدي بالماء، حيتاش العجينه كتلتصق في اليد. تقدروا تقرصوها في السميده اولا في السميده اولا في تقرصوها في النخاله، ماشي مشكل، قرصوها بداكشي اللي بغيتو. غادي نبدا بحال هكا ندير واحد الكرات صغارين، يعني انا ما درتش الخبز كبير، درت خبيزات صغار. تقدروا نتوما ديروا 2 خبزات ولا 3 كبارين، ماشي مشكل. غادي نبدا بحال هكا نقرص، ندهن العجينه ديالي بالماء ونوضعها في البلبوله. بالنسبه للتقراص ديال العجينه د الشعير دائما ما كنقرصوهاش بزاف، حيتاش العجينه ديال الشعير ما كتنفخش لينا بحال العجينه ديال القمح ولا العجينه ديال السميده. لهذا فاش تبغيو تقرصوها ديروا عينكم ميزانكم.
بالنسبة للخبز ديال الدار راه مفيد وصحي، من الافضل يعني تصوبوه في داركم، راه ساهل من انكم تشريوه من المخبزات ومن المحلبات كل نهار. راه ماشي صحي، كيكون فيه محسن ديال الخبز، كيزيدوا فيه مواد اللي كتخليه طالع ومفشفش ومحمر. اللهم ديروه في داركم بحال هكا، خبز صحي 100%. خبز ديال الشعير اولا خبز ديال دقيق القمح. الا بغيتو بحال هكا هاد الخبيزات خليوها ليا في التعليقات، ونشارك معكم فيديوهات اخرين فيهم الطرق ديال الخبز. غنشارك معكم في القريب ان شاء الله خبز بدون عجن. غير خليكم معايا واشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. هنا غادي نقرص بحال هكا، شوفوا داك البلبوله اولا الدشيشه. غادي نبدا نكور فيها الخبز، شوفوا معايا بحال هكا، نمرمد فيها مزيان داك العجينه ونوضعها في واحد الصينيه ديال الفران. الكميه اللي شاركت معكم ديال الطحين كتخرج لكم ما بين 9 و10 ديال الكريسات بهذا الحجم هذا. فكما قلت لكم هنايا غادي نبدا كنمرمد العجينه ديالي في البلبوله ونستفها في الطاوه ديال الفران. كما ذكرت لكم راه العجينه ديال الشعير كتخمر بسرعه، ومع الجو سخون ما خصكمش تخليوها تخمر بزاف وتفيض. انا فاش كنبدا كنقرص كنشعل على الفران وكنخليه يسخن. من بين الاسرار ديال النجاح ديال هذا الخبز هو الفران يكون سخون 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 على اعلى درجه. الا كيشعل من الفوق لتحت شعلوه الفوق لتحت، الا كيشعل غير من التحت ماشي مشكل، شعلوه من التحت ولكن على اعلى درجه. والفران يكون سخون من قبل بواحد القسماين اللي هي 10 دقائق هي القليله. كل ما كان الفران سخون مزيان كل ما الخبز كيجيكم مرطب ومفشفش، ما كيقصحش لكم في الفران. انا في هذا الاثناء غير غادي نقرص الخبز، غادي نشعل الفران ونخلي الخبز يخمر. في الخمره الاولى خمر ليا في نص ساعه تقريبا، يعني واحد 25 دقيقه حتى نص ساعه. في الخمره الثانيه ما غاديش ياخد ليا بزاف الوقت، واحد 10 دقائق او لا اقل كيكون خامر، حيتاش الجو سخون. يعني راه دابا الجو سخون راه الخبز دغيا كيخمر، وهذا ديال الشعير كيخمر بواحد الطريقه اسرع. هنا من بعد ما قرصت الخبز ديالي غادي نغطيه بواحد الفوطه، والفران بطبيعه الحال راني شعلته، غير كملت تقراص شعلت الفران على اعلى درجه. هنايا صافي، شوفوا الخبز ديالي داز دابا ما كملاش 10 دقائق. شوفوا كيفاش خمر. باش كتعرفوا خمر كديروا صبعكم كتبركوا عليه واحد شويه، كتوضع واحد التقبه، فاش كتحيدوا صبعكم كتعاود تعمر. شفتوا؟ غادي ندخل الخبز ديالي يطيب، يعني راه كيطيب كيتحمر، تشوفوه ولا محمر ومذهب. كتخرجوه وكتقدموه بالصحه والراحه. الخبز من بعد ما كتخرجوه كتقدموه بحال هكا، زيت البلديه، كويس ديال اتاي مشحر بالنعناع، زويتينات، فخوماج، عسل، اي حاجه كتجي مع هذا الخبز زوينه بزاف، خصوصا فاش كيكون باقي سخون راه بنين بنين بنين. شوفوا معايا الخبز كيفاش رطب، شوفوا معايا تبارك الله هذا الخبز كيفاش كيجي، لا الشكل ديالو لا المذاق ديالو. الصراحه انا هذا خبز عندي معتمد، هو الخبز اللي كنوجد بزاف اكثر من الخبز ديال الزرع، اكثر من الخبز ديال السميده. كيجي رطب ومفشفش ومهوي من الداخل. شوفوا تبارك الله كيفاش داير، تحلفي عليه ماشي ديال الشعير. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونقول لكم بسلام عليكم.